مش بيقولوا يا هندسة اللي يروي الغلة والجمح قبل 45 يوم الغلة مش هتخلف عنده ومش هتفرق؟ مين اللي بيقول؟ يا عم الفلاحين اللي معانا بيقولوا كده، بيقولوا جيراننا واهلنا بيقولوا كده. مشكلتنا ان احنا عندنا فكر عقيم في تأخير راية المحاياة. هتحط الأسمدة اللي بتحطها مع راية المحاياة امتى؟ وانت بتحط يعتبر 50% من التسميد مع راية المحاياة، و25 في جرعة تنشيطية، و25 في الراية اللي بعدها. انت هتحط تسميداتك امتى؟ وغلط كبير انك تاخر رايه المحاياه. هنتكلم في كل التفاصيل دي، وهنحط اسمده ايه والسماد المطلوب في رايه المحاياه، ونروي رايه المحاياه امتى. لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة القمح في مصر من الزراعة حتى الحصاد موسم 2025-2026. احنا النهاردة بصدد راية المحاياة، وهنحط أسمدة ايه مع راية المحاياة. اسمع الكلام الحلو ده. أول حاجة لما نقول للناس يا عم الحاج راية المحاياة على 21 يوم لشهر، يا عم يا هندسة انت بتقول ايه؟ ده انا لو ريت اللي بيغلى على 21 يوم وشهر و25 يوم مش هتخلف ولا تفرع. يا عم احنا بنروق على 45 يوم، انت بتهجس يا هندسة. ايه شغل التخاريف ده؟ ده كلام بنسمعه. والله 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 تفريع في الجمح ملهوش علاقة بالري. سواء أخرت الري بطلت الري ملهوش علاقة. التفريع بيبدأ عندك من عمر مثلا 20 يوم 25 يوم ويستمر معاك لحد 55 يوم 60 يوم. ده مرحلة التفريع. بعد كده تخش مرحلة الاستطالة، بعد كده تخش مرحلة العجد، بعد كده طرد السنابل وي 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 وي. وإن شاء الله نعمل لكم فيديو عن مراحل نمو النبات عشان تبقى عندك فكرة إن الجمح في كل عمر محتاج حاجة معينة. طيب احنا دلوقتي رايه المحاياه نرويها امتى يا هندسه؟ رايه المحاياه من 21 يوم لشهر. طب الناس اللي بتقول يا هندسه انا اخرت المحاياه عشان تفرع، ملوش علاقه. طيب الناس اللي بتاخر المحاياه بتضر نفسها؟ ايوه بتضر نفسها. صلى على النبي. لما بتاخر رايه المحاياه بتروي مثلا على 40 يوم 50 يوم وكلام من ده، الارض بتعطش فبيبقى في حاله جهاد مائي، تمام، النبات بيبقى ضعيف. فاول ما بتروي بيحصل تشبع بالميه كتير جدا، تمام، فالارض تشرب ميه كتير جدا. يعني مثلا ممكن تقعد ساعتين ثلاثه ولا اربعه كمان تروي فدان، فبيحصل تشبع كتير بالميه، تمام. فلما يحصل تشبع كتير في الميه مسام التربه بتكفي، فالاكسجين في التربه بيقل. الاكسجين في التربه بيقل، فالنبات جذور القمح بتوقف معانا، فما بتاخدش حاجه من التربه. تبدا تاخد منين؟ بتاخد من ورق ومن اوراق ومن الورق اللي هو فوق، فيبدا القمح يصفر معانا. الحاجنا يا باشمهندس الغله اصفرت وانا حاطط كيماوي وحاطط سوبر وحاطط هيومك وحاطط فولفيك وي 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 وي. ما يكونش الهيومك بتاعنا مضروب. يا عم الهومك مش مضروب. ما يكونش الكيماوي فيه حاجه. ما الكيماوي ما فيهوش حاجه، انت مروي توقيت غلط. ومن الاخطاء برضو ان انت تروي وتسيب الميه في الارض. يجب صرف ميه رايه المحاياه. تروي من هنا بالظبط الارض تتم معانا، الارض من هنا صارف الميه على طول مباشره. احنا في جو شتاء، يعني احنا معرضين ان انا اخلص ري والجو يشتي. اختار التوقيت الصح للري، اتابع الرصاد الجويه. انا بقول لك مثلا روي معاك من 21 يوم لشهر. يعني لو رويت على 31 32 يوم 33 يوم مش قران، تمام، حسب الظروف الجويه حسب الشتاء. لو عندي مطر شديد ممكن ناخر اسبوع 10 ايام بس مش اكتر من كده، تمام. بس هو المطر اللي بيتحكم فين. والماء الميه ما بتضرش والشتاء ما بتضرش. وجعلنا من الماء كل شيء ايه حي، تمام. ده مش كلامي، ده كلام ربنا، تمام. فرايه المحاياه من 21 يوم لشهر. وعلشان كل ما بتاخر رايه المحاياه بتاخر مقاومه الحشائش، وما بتاخر مقاومه الحشائش الحشيشه بتكبر، الحشيشه مناعتها بتكبر. فانت لما بتيجي ترش الحشائش ما بتموتش. ليه؟ لانها في بترش معظمنا 90%
برش رشه الحشائش قبل ريه المحياه، سواء عريضه سواء رفيعه سواء المبيد مزدوج. فالنبات اصلا والحشائش والجمع في حاله اجهاد مائي، فمش هيستقبل معاك المبيد، فهيقول المبيد ما جابش معاه نتيجه، ما انت ترشتها وكده غلط. فالافضل نرش بعد ريه المحياه يكون الارض فيها نسبه طرى. تمام، فنسبه الطرى دي هتدي نتيجه كويسه، يكون النبات قوي يقدر يستقبل معايا اي مبيد ارشه فيموت معايا. فلما اتاخر ريه المحياه مثلا 35 يوم و40 يوم و50 يوم، الحشيشه تكون كبرت، فالمبيد بيبقى هو قوي المبيد، والمبيد كل حاجه كويس، بس الحشيشه مناعتها كبرت. فانت لما بتبقى قوي بتقدر تقاوم شويه الحشائش المبيدات والكلام ده كله. فللامانه لما تكون حشيشه صغيره اقل مبيد يعني الجرعه بتاعتك اللي تنزل بيها هتفيد معاك وتاخد نتيجه كويسه. تمام، يبقى رايه المحياه 21 يوم ل 25 27 30 بالكتير قوي 33 35 يوم حسب الظروف الجويه، واختار التوقيت الصح. يجب صرف الميه بعد الري. طيب يا هندسه انا هحط كيماوي وحاجات من ده هصرف؟ ايوه اصرف عادي، الميه ما بتنجلش كيماويات، الميه ما بتنجلش كيماوي، يعني الكيماوي اللي بيحطه بينزل بالنبات التربه بتمتصه على طول. تمام. طيب في ناس بتسال بيقول لك نحط الكيماوي قبل الري ولا بعد الري؟ يا جماعه بعد الري ده خطا كبير وخطا فادح، وان شاء الله برضو في سلسله فيديوهات برضو عن موضوع الاخطاء ديت. فالكيماوي بنبذر قبل الري مباشره، الكيماوي اللي هو اليوريا او سلفات النشادر او النترات ايا كانت، هتحط اي ازوت فهتحطه قبل الري مباشره. تمام، وباقي الاسمده هنحطها مع السماده مع دخول الميه للارض. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، نحط ايه مع ريه المحياه؟ المفروض لو انت بنسبه 50% مع ريه المحياه في جرعه، في مفروض حطينا جرعه تنشيطيه سماد بلدي وسوبر وكبريت زراعي وشكاره يوريا مع الجرعه التنشيطيه. ما حطيتش شكاره يوريا مع الجرعه التنشيطيه اللي هي مع ريه الزراعه، هحط 3 شكاير يوريا. هحط قد ايه؟ 3 شكاير يوريا من شكارتين. لو الارض جامده وعافيه وجديده ممكن نحط شكارتين، ممكن نحط شكاره واحده لو زرع مكان خضار وطماطم وحاجات من دي والارض كنت خدمها خدمه كويسه ممكن احط شكاره واحده. تمام، يبقى من 2 ل 3 يوريا ونبدرهم قبل الري مباشره. تمام، هنحط ايه تاني يا باشمهندس؟ عايزك تحط الاسمده ديت وروي على 21 يوم و25 يوم و30 يوم واتفرج على التفريعات عندك. الحاجات اللي انت هتحطها ديت ممتازه جدا، هتزود معاك نموات خضريه، رافع اجهاد، رافع يدفي التربه، يفك معانا التربه، فهديك شويه اسمده تحطها مع ريه المحياه والله هتدعي لي للامانه. تمام، اول حاجه هنحط 15 كيلو نترات بوتاسيوم. هنحط 15 كيلو نترات بوتاسيوم، دي يعتبر 50% من جرعه التسميد البوتاسي، يعني بالظبط حطينا 15% اللي هي 6 اللي هي نترات البوتاسيوم، هنحط 15 كيلو. تمام، هنحط 15 كيلو نترات بوتاسيوم، حاجه ممتازه جدا. تمام، بوتاسيوم، نمو خضري، رفع اجهاد، اتزان مائي، هيظبط لك الدنيا والنبات ما يحصلوش اجهاد من الرطوبه والسجع والكلام ده كله. تمام، هيظبط لنا الدنيا باذن الله. تمام، هنحط معاهم ايه تاني؟ هنحط حوالي 15 لتر حامض فوسفوريك. تمام، 15 لتر حامض فوسفوريك هيشغل لي الجذور، هيفك معايا التربه، لو في ملوحه في التربه هيجري ملوحه التربه، هيديني نمو خضري ممتاز جدا، يدفي لك التربه ومصدر للطاقه اللي هو حامض فوسفوريك اللي هو الارضوني ده، ممتاز جدا من انتاج شركه السادات، حاجه عاليه جدا جدا. تمام، حاجه محترمه جدا. تمام، هنحط ايه تاني يا باشمهندس؟ هنحط جايب لك شكاره حلوه فيها شويه عناصر صغرى، زنك، حديد، مغنيسيوم، كبريت، وداخلها نيتروجين وداخلها احماض امينيه. شكاره كده تجميعه كده حلوه تزود معايا تفريعات وتزود نمو خضري، حدث ولا حرج. اللي هي الشكاره ديت اللي هي سلفات الزنك دهيت، ممتازه جدا جدا، فيها حوالي 21 عنصر، فيها زنك وحديد ومغنيسيوم وكبريت ونيتروجين بنسب 4% 3% 5%، حاجات من دي ممتازه جدا جدا. تمام، اهي النسب اهي بسم الله ما شاء الله محترمه جدا جدا. تمام، هنحط 10 كيلو من الشكاره ديت، والله العظيم التسميدات دي لو حطيتها وطبقتها بما زي ما بقول لك كده لا هيحصل عندك اصفرار ولا اجهاد ولا الكلام ده كله، وحاجه محترمه جدا. انت لما بتكون قوي تقدر تقاوم السجع والجو والبرد والرطوبه والامراض، بتبقى عافي بتقدر تقاوم. تمام، هنحط ايه تاني؟ هنحط 2 كيلو فولفيك اللي هو الهالفيك ده،
الهالفيك ده برضه داخله عناصر صغرى وممتاز جدا في داخله في الفات بوتاسيوم وحاجه محترمه جدا، وفولفيك اسيد حاجه عاليه جدا وحاجه عاليه النقاوه، حاجه محترمه جدا من انتاج شركه هارفست، محترم جدا. هننزل بجد ب 2 كيلو للفدان تمام، وهننزل بمنشط جذور ده من 5 جرام للفدان، ده اندول خام بينزل من علبه لعلبتين للفدان تمام، ممتاز جدا. لما اعمل شعيرات جذريه قويه واشغل الجذر، كل ما الشعيرات الجذريه زادت عندي في النبات تحت وبقت اطول، هيلاقي نموات خضريه ونبات قوي. الجذر بيبحث عن الغذاء وبيدور في التربه تحت وبيبقى ماسك في التربه زي الحديد، هنلاقي حاجات كويسه جدا جدا تمام. التسميات دي كلها اليوريا هنضرها قبل الري، والحاجات دي كلها البوتاسيوم والحامض والفولفيك ومنشط الجذور وسلفات الزنك ديت هنحطها في سماده في البرميل بتاعنا على مدخل الميه، على بوز الميه بتاعتنا، هنلاقي نتائج ممتازه جدا. بعد الري هنلاقي الغله بدات تخلف، بدات تفرع، برا 21 يوم 25 يوم 30 يوم. الري اللي بعدها امتى؟ لا تزيد عن 25 يوم ولا تقل عن 15 يوم، يعني من 15 يوم لحد 25 يوم 30 يوم وحسب الظروف الجويه. وفي تسميده فيها برضو ان شاء الله هبقى اقول لكم عليها اذا ربنا اراد. ده احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. ولو انت الفيديو ده عجبك وكان المحتوى الفيديو كويس، اتمنى لايك ومتابعه ودعوه حلوه. وفي النهايه اشوفكم على خير، وما تنسوش تصلوا على الحبيب. السلام عليكم.